مرحبا بكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع أثار جدل كتير مؤخرا، وهو التغيير المفاجئ في خطة تغليف واجهة ملعب طنجة الكبير لمونديال 2030. يعني كنا متوقعين واجهة معدنية تقليدية، وفجأة لقينا الكلام كله عن استخدام قماش. غريب شوية مش كده؟ خلينا نفهم إيه الحكاية. بالفعل التغيير ده كان مفاجئ لناس كتير. التحول لقماش البي تي اف اي او التeflon زي ما الناس عارفاه قرار مش سهل، وراه اسباب هندسية مهمة. والموضوع شيق يعني لانه بيورينا ازاي المواد الحديثة ممكن تغير شكل ووظيفة المباني الضخمة. خلينا نفصص خصائص المادة دي ونشوف ليه تم اختيارها. تمام، الخطة الأصلية زي ما قلنا كانت صفائح ألمنيوم. ممكن نبدأ بأوضح فرق، اللي هو فرق الوزن ده، سمعت إنه فرق ضخم. بالظبط، وده يمكن أهم مفتاح في فهم القرار ده. قماش التeflon يعني خفيف بشكل لا يصدق، بنتكلم عن تقريبا 1.2 كيلو جرام للمتر المربع الواحد. 1.2 كيلو بس؟ قارنيه بقى بالألومنيوم اللي كان ممكن يوصل ل7 كيلو جرام للمتر المربع، يعني بنتكلم عن إنه أخف أكتر من 5 مرات. يا 5 مرات! ده فرق رهيب أكيد. ده لازم يكون له تأثير كبير على الهيكل اللي شايل الواجهة دي كلها، صح؟ أكيد طبعا، تخفيف الوزن بالشكل ده معناه إن الحمل على الهيكل المعدني اللي شايل الواجهة بقى أقل بكتير، وبالتالي الحمل على الدعامات الخرسانية الخارجية اللي شايلة الهيكل ده كله بقى أقل. فده في حد ذاته يعني يعتبر حل هندسي ذكي جدا لمشكلة الأوزان الضخمة في المشاريع الكبيرة. بس الوزن مش هو الميزة الوحيدة للتeflon. طيب إيه المزايا التانية؟ يعني التeflon ده نعرفه في أواني الطبخ وكده، لكن كواجهة ملعب إيه اللي يخليه مناسب؟ هو نفس المبدأ الكيميائي، لكن طبعا بتطبيق مختلف تماما. أول ميزة قوية جدا هي مقاومته للعوامل الطبيعية، وخصوصا لأشعة الشمس فوق البنفسجية. الرابطة الكيميائية بين ذرات الكربون والفلور في تركيبته قوية جدا، أقوى حتى من طاقة الأشعة فوق البنفسجية. وده معناه إيه عملياً؟ معناه إن اللون بتاعه بيفضل ثابت ومش بيبهت بسهولة، والمادة نفسها مش بتتشقق أو تتلف بسرعة مع الوقت، حتى في جو صعب زي طنجة اللي فيه شمس قوية ورطوبة ورياح. مفهوم. طيب نقطة تانية مهمة وهي السلامة. يعني قماش في واجهة ملعب، ممكن حد يفكر في موضوع الحرائق، خصوصا لو الجماهير استخدمت شماريخ مثلا. هل ده آمن؟ سؤال مهم جدا ومنطقي. المفاجأة هنا إن التeflon يعتبر آمن بشكل كبير من ناحية الحرائق. درجة الحرارة اللي بيحتاجها عشان يبدأ يشتعل عالية جدا، يعني بين 500 و 620 درجة مئوية. 500 درجة؟ ده كتير فعلا. بالظبط. قارنيها بمواد تانية زي البي في سي اللي ممكن تشتعل عند حوالي 300 درجة بس. والأهم كمان إن التeflon مادة لا تساعد على الاشتعال، يعني النار مش بتنتشر عليها بسهولة. ولو حصل واشتعلت بسبب مصدر لهب خوي ومباشر، بمجرد ما تشيلي مصدر اللهب ده القماش بينطفي لوحده، مش بيستمر في الاشتعال. دي نقطة مطمئنة جدا. إيه كمان من المزايا؟ في ميزة عملية جدا ومهمة للمدى الطويل: التنظيف الذاتي. سطح التeflon أملس جدا وغير لاصق كيميائيا، يعني زي فكرة مقلاية التيفال اللي ما بيلزقش فيها الأكل. وبتتكور على السطح ده، ولما تنزل بتاخد معاها أي أوساخ. بيسموه تأثير اللوتس، زي ورقة زهرة اللوتس اللي دايما نظيفة. ده معناه صيانة أقل بكتير ومظهر أنظف للملعب لفترة أطول. هايل. ده بيوفر مجهود وتكاليف صيانة. طيب من الناحية الجمالية بقى والشكل، قلتي إنها شفافة شوية؟ أيوة، هي مش شفافة تماما زي الزجاج، لكن بتسمح بمرور نسبة من الضوء الطبيعي، حوالي 8 ل 15%. النور ده مش بيكون مباشر ومزعج، لا، بيكون ضوء منتشر ومتساوي جوه الممرات والمساحات اللي ورا الواجهة دي. وده ليه ميزة؟ ليه كذا ميزة. أولا، بيخلي التجربة داخل الممرات دي ألطف للجمهور. ثانيا، بيوفر في استهلاك طاقة الإضاءة الصناعية بالنهار. والأجمل من الناحية المعمارية إنه بيسمح برؤية يعني خافتة أو ظلال للهيكل المعدني اللي ورا القماش. ده بيدي عمق وشكل جمالي للواجهة، وبيخليها تتفاعل مع الضوء والظلال بشكل متغير وحيوي طول اليوم. بصراحة كل دي مميزات تبدو قوية ومقنعة جدا، بس أكيد يعني مفيش حاجة كاملة. لازم يكون في تحديات أو عيوب للمادة دي. أكيد طبعا. يمكن أول عيب أو تحدي هو صعوبة الإصلاح لو حصل قطع أو تلف. يعني لو حتة صغيرة اتخرمت أو اتقطعت، غالبا صعب تعمل لها رقعة صغيرة.
الحل بيكون عادة إنك تغيري جزء أو شريحة قماش كبيرة، وده ممكن يكون مكلف أكتر من إصلاح موضعي. مفهوم. إيه كمان؟ التحدي الأكبر والأكثر حساسية بصراحة هو عملية التركيب نفسها. تركيب الأغشية المشددة دي عملية دقيقة جدا وبتحتاج خبرة عالية قوي. إزاي يعني؟ إيه الصعوبة فيها؟ لازم القماش ده يتشد بطريقة معينة بقوة محسوبة بدقة شديدة جدا. لو الشد ما كانش مظبوط ممكن يحصل ترهلات أو تجاعيد في الواجهة شكلها مش حلو. والأخطر لو الشد مش كافي أو مش متساوي، ممكن الرياح القوية زي اللي موجودة في طنجة تسبب مشاكل وحركة زيادة في القماش، وده ممكن يأثر على الهيكل كله مع الوقت. يعني محتاجة متخصصين وفاهمين قوي عشان يركبوها صح. بالظبط، فرق تركيب متخصصة جدا، وده ممكن يكون تحدي لوجستي وهندسي في حد ذاته، انك تلاقي الفرق دي وتضمن جودة التركيب العالية دي. الدقة هنا حاسمة جدا. تمام، فهمت. يعني الموضوع مش مجرد اختيار مادة وخلاص، التنفيذ هو كمان جزء أساسي من نجاح الفكرة. طيب لو حبينا نلخص الموضوع ده كله نقول إيه؟ الملخص ان اختيار قماش التفلون لواجهة ملعب طنجة اللي ممكن يكون فاجئ ناس كتير هو في الحقيقة قرار مدروس جدا، بيقدم حلول ذكية ومبتكرة لمشاكل عملية جدا زي الوزن الزايد والسلامة ضد الحريق وسهولة الصيانة، وفي نفس الوقت بيقدم إضافة جمالية ووظيفية مهمة من خلال تفاعله مع الضوء والسماح بنفاذه جزئيا. هو مثال واضح لإزاي اختيار المواد المبتكرة ممكن يأثر بشكل كبير على تصميم ووظيفة وأمان المنشآت الرياضية الكبيرة في عصرنا ده. فعلا بيوضح إزاي تغيير بسيط في المادة ممكن يفتح آفاق جديدة في التصميم الهندسي والمعماري. بالظبط. وهنا ممكن نسيب نقطة أخيرة للتفكير بعيدة عن كل الأرقام والمواصفات الفنية دي. يا ترى الواجهة الشفافة والديناميكية دي اللي بتسمح لنا نشوف لمحات من الهيكل الداخلي للملعب وبتتغير مع النور والظل، ممكن تغير إحساسنا إحنا كجمهور بالملعب نفسه إزاي؟ هل ممكن تخليه يبدو أقل صرامة وأكثر حيوية وتفاعل مقارنة بواجهة معدنية صلبة ومقفلة تماماً؟ إزاي الاختيار المعماري ده ممكن يأثر على الأجواء العامة وعلى تجربة الناس وهوية المكان؟ سؤال مهم فعلا ويستحق التفكير. شكرا جزيلا على التوضيح الشامل ده. العفو.